من قبله أي من قبل نزول الكتاب عليك من كتاب ولا تخطه بيمينك. قوله من قبل يدل على أنه من الجائز أن يكون بعد الكتاب علم كيف يقرأ وكيف يكتب. وصلنا أن اللغة الوحيدة التي بدأ بها الكون هي اللغة العربية. طيب ال 5000 لغه دول كل لغه طلعت لوحدها كده ما تقربش للثانيه خالص ولا في علاقات بينهم؟ لابد في علاقات بينهم، بدليل مثلا اقعد افكر في كلمه عربي زي كهف الاقيها في الانجليزي كيف، في الفرنساوي كاف، وفي الايطالي كافا، وفي اللاتيني كافوس. مثلا كلمه زي القسط يعني بالعربي العدل، نلاقيها في الانجليزي جاست، في الفرنساوي جست، في الايطالي جوستو. يبقى اذا في حاجه بقى. السكر شوجر، سكر، زكر بالالماني، زكوره بالايطالي. هي برضه حاجات غريبه دي بقى حكايه. طب مين خد من مين؟ الارض مثلا بالالماني ارد، انجليزي ارث. واضح ان في علاقه بين الثلاثه. طبعا في شله اصحاب مصلحه دخلت على الحكايه دي، نعرف انها اسمها مكه. لا، القران بيلفت نظرنا الى الاسم القديم واللي موجود في الهيروغليفيه، زي ما جاب حكايه قسوره وهي اسم الاسد بالحبشي، اللغه الحبشيه. كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كاف ها يا عين صاد، كل حرف فيهم ليه معنى اصلا، يعني ليه معنى رمزي. ربنا سبحانه وتعالى ذكر اول 5 كلمات من سورة مريم عبارة عن رموز متقطعة، وهوريك ليه هي بتعني العبودية اصلا. الحرف الهاء وليه بيرسم على اساس ان هو شيء مربوط، حتى احنا بننطقها هي مربوطة، تمام؟ فده معنى ها، بتدل على عبده. اول 5 كلمات هي اول 5 حروف. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. بسم الله. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. دول 4 مراحل مرت بيهم البشرية من أيام آدم إلى الآن يعني. احنا بنتكلم في موضوع الكتابة فقط. فالكتابة كانت مش موجودة طبعا على أيام آدم. زمن آدم وزمن نوح ما كانتش موجودة الكتابة يا دوبك معروفة من حوالي 35 قرن قبل الميلاد، يعني من أوقات وجود نبي الله إبراهيم. وزي ما وضحنا في فيديو قبل كده إن نسل سيدنا إبراهيم وسيدنا يوسف كان موجود في مصر وغير مصر تقريبا حوالي 3300 قبل الميلاد. ربنا سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها، علمها له على شكل كلام وهو حفظها على شكل كلام، لكن عمره ما كتب حرف واحد ولا أبجدية واحدة. الألفابت أو الحروف الأبجدية عمرها ما كانت على أيام آدم، حتى لو كان في عصر متطور جدا، فده كان تكنولوجيا إلهية محفوظة من ربنا سبحانه وتعالى، علمهم ازاي يستخدموها دون أدنى حاجة للكتابة. وعلى عهد نبي الله نوح كان البشرية في حقبة لسه بشاير أو رسائل سيدنا آدم موجودة في الأرض، سواء تعاليم ربنا سبحانه وتعالى أو اللغة الصوتية أو الكلام، مجرد الكلام. ما كانش لسه الكتابة شيء متعارف عليه أو موجود. حتى بناء السفن عن طريق الخشب كان شيء يتعجب ليه قوم نوح، يعني اللي هو بيسخروا منه كده. فاللي هو ليه انت بتعمل كده، احنا بعيد تماما عن المية، فانت ليه؟ فبيسخروا منه او مش فاهمين برضو يعني ايه سفينة ويعني ايه خشب او مركب وهكذا. مش بس الكتابة ما كانتش موجودة، لفظ الكتاب نفسه او لفظ الكتب مش هتلاقيه موجود في القرآن تماما. في كل آيات قوم نوح وثمود وعاد، أو قوم نوح وعاد وثمود، عمرك ما هتلاقي لفظ كتاب أو كتب. أو حتى الأرقام اللي ليها علاقة، حاجة ليها علاقة بالأرقام، مش هتجدها إلا بعد قوم شعيب، وهتلاقيها مع قوم شعيب في مدين عندما قال لهم وأوفوا الكيل والميزان. غير كده مش هتلاقي ذكر حاجة لها علاقة بالأرقام إلا في قوم شعيب اللي هم بعد فترة من قوم لوط. يعني معنى ذلك إن كلام اللي بيقول إن الأرقام والكتابة كانت على عهد الكتاب والملك والحكمة فقط على عهد سيدنا إبراهيم، فده كلام صحيح. مش هنطول أكتر من كده، لكن كنت حابب أقول إن هي دي الفكرة من إن اللغات يدوبك اكتشفت إن كلها شبه بعض، وإن كلها مندرجة من بعض، من اللغة العربية والفينيقية والهيراتيقية والكنعانية. كل ده ما بقالوش يدوبك 35 قرن قبل الميلاد.
يعني من 3500 سنة فقط، اللي هم من بداية عهد سيدنا إبراهيم وبداية عهد آل إبراهيم. بعد اكتشاف الكتابة تفرعت بقية اللغات منها. بعد اكتشاف الكتابة الجدارية والطينية والسومرية والهيروغليفية، بعد اكتشاف الكتابة في أصلها تم تفرع منها الفينيقية والهيراتيقية والكنعانية والأبجدية العربية اللي موجودة دلوقت، وكذلك اللاتيني واليوناني وهكذا. أقدم 3 لغات اللي هي الهندو والكنعانية والهيروغليفية، العلماء بتقول إن هو في خلال 35 قرن، فده واضح قوي تقارب تعلم العالم كله بداية الكتابة، إن هو تعلم في نفس الوقت. ذكريا معنى بسيط خالص. ايه معنى الحروف المقطعة كلها في القرآن؟ اولا قا، وطبعا هجيب لك صور على ده عشان تفهمها بطريقة مبسطة شوية. قا في القرآن قا تعني القدر. نون في القرآن تعود على النفس اللي هي الكبرياء. ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر وذنون إذ ذهب مغاضبا؟ فمعنى كده إن في علاقة ما بين الغضب أو النفس شديدة الكبرياء وأخذته العزة. أخذته العزة بالنفس، يعني أخذته عزة نفسه يعني. ولذلك ربنا قال إذ ذهب مغاضبا. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. ليه ربنا سبحانه وتعالى قال للرسول اصبر وما تكونش زي ذنون أو كصاحب الحوت؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى قال كده؟ إن أي حد مش صبور هو ذنون، ذا كبرياء. ذا كبرياء معنى ما عندوش صبر. نزلنا على عبدنا. مفيش حاجة اسمها الملائكة هما النا دي ما تعودش على الملائكة ولا هي للجمع أصلا. نحن نزلنا الذكر، دي اللي تعود على الملائكة، دي اللي جمع. لكن إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يبقى الملائكة ما بتتكلمش عن نفسها. إن نحن هم الملائكة، النا هو الله سبحانه وتعالى، والعبد النا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالث حاجة المحكم، يبقى ألف لام ميم، ثم تنزيل ثم إحكام. كتاب أنزلت آياته ثم أحكمت ثم فصلت. لكن مختفي عندنا في مصر القديمة جدا فكرة الأنبياء، لأن احنا عارفين إن الأنبياء كانوا ملوك، ده مذكورة في كل القرآن. فيعني منين هيحكموا فين؟ مفيش غير مصر، ما كانش في زمان غير مصر وأفريقيا يعني، أو مصر قصدي وأفريقيا وآسيا. فيعني هيحكموا فين تاني؟ مفيش. فطالما حكموا مصر موجود لهم آثار، أكيد الأنبياء عاشت هناك. فصاعنخ انت ما تاخدش برضو لغتك من الاجانب، اسمها صاعنخ ما اسمهاش سمنخ. سمنخ ده لفظ اجنبي مش يعني جديد على المصريين والقبطيين برضو. فهو اسمه صاعنخ او حامي يحيى او حامي عنخ. ف او اسمه صاعنخ كاريا، يعني كارايا، فبين او انه كاريا يعني او زكريا. فهذه الفكره. الموضوع مش مهم خالص لو قلت ان نبي كان في مصر، لكن لما تذكر ان نبي كان ملك في مصر فانت هتقول لا يعني ليه اثر. ما ينفعش خالص تقول ان نادى تعود على الملائكه، مستحيل. مش خالص. الرسول صلى الله عليه وسلم مش عبد للملائكه، اوعى تقول كده. نا تعود على الله سبحانه وتعالى، وده اسم من اسماء الله. انت بس كل حكايه ما تعرفش يعني ايه النون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد. حابب اقول لكم الفيديو ده انا نفسي مبسوط بيه جدا، لان هو فيه كل حاجه متعلقه بالرموز في القرآن أو حروف القرآن المتقطعة اللي بتبقى في أوائل السور وإيه معناها. فهنتكلم النهاردة عن بالذات يعني عن الحروف المقطعة في سورة مريم اللي في أوائل سورة مريم. كاف ها يا عين صاد. النطق الأصلي بتاعها قبل ما نعلم كل حرف باسم معين عشان نسهل على نفسنا من اللسان العربي القديم، يعني إن إحنا أصلا خدنا الكا عملناها كاف بحيث نسهل على نفسنا لما نيجي نذكر الحرف. فبنقول الأي أبل، فاحنا بنسهل على نفسنا نعرف انهي ايه هو حرف الاي. فبالتالي لما نقول كا بنقول بتاعت كاف، يعني كاف عبده مثلا، فاحنا بنذكر الكلمه. فكلمه كاف ملهاش علاقه بالحرف كا، تمام؟ هي مجرد اشاره للكلمه اللي بيذكر فيها الحرف، زي بالظبط به بطه. فمش معنى كده ان الحرف اسمه بطه، لكن هو اسمه با وكا وآ بننطقها ألف. بنسهل على نفسنا ذكر الحرف في كلمة ألف أو ألف، يعني العدد ألف. يعني هو المشكلة جت من كده إن اللسان العربي اتعود على الكلمة فافتكرنا إن الحرف نفسه اسمه ألف، لكن هو اسمه آ. فمعنى كده إن ك ها يا ع صا مش صاد، مفيش صاد دي خالص. فده معنى ده أصوات الحروف أو ده النطق الأصلي للحروف دي. طبعا كل حرف فيهم ليه معنى أصلا، يعني ليه معنى رمزي ربنا سبحانه وتعالى حطه هنا في أوائل السور
عشان يبين الرموز للي عايز يفتح مخه وعقله أكتر. فكا تعني آخر كلمة في ال5 كلمات، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ك تعني ذكرايا، ذكرايا هي معنى ك. ها عبده، ها تعني عبده، وهوريك ليه هي بتعني العبودية أصلا الحرف الهاء، وليه بيرسم على أساس إن هو شيء مربوط، حتى احنا بننطقها هي مربوطة. تمام، فده معنى ها بتدل على عبده. أول 5 كلمات هي أول 5 حروف، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ذكرايا. بس الحكاية كلها إن احنا هنعكس، هناخد أول حرف في آخر كلمة، فأول حرف ك بيدل على آخر كلمة زكريا، وتاني حرف اللي هو ها بيدل على رابع كلمة اللي هي عبده، وتالت حرف اللي هو يا بيدل على تالت كلمة اللي هي ربك، وحرف اللي هو عين بيدل على تاني كلمة اللي هي رحمة. لأن لو هوريكم دلوقتي معنى رموز براحتنا، بس لما أحكي لكم ال5 كلمات بيمثلوا إيه في ال5 حروف. أما الحرف زي ما قلنا الحرف الرابع عين بيمثل تاني كلمة اللي هي رحمة، وآخر حرف اللي معانا صاد بيمثل أول كلمة اللي هي ذكر، والذكر بتدل على حاجات كتيرة. المختصر المفيد بتاعها إن حرف الصاد بيمثل العقل والذاكرة والذكر أو التذكر. فده كانت تمثيل ال5 أحرف، وبنحطهم على ال5 كلمات اللي وراء ال5 أحرف المقطعة في أوائل سورة مريم. أما بقى معنى الرموز عامة بتاعة القرآن، هنغوص فيها شوية عشان أوصل لك بمعنى بسيط خالص إيه معنى الحروف المقطعة كلها في القرآن. أولا قا، وطبعا هجيب لك صور على ده عشان تفهمها بطريقة مبسطة شوية. قا في القرآن مش قاف. قاف تعني الكلمة اللي تدل على الحرفين القا والفاء. القا والفاء بنقول قاف عشان يدل على الأحرف دي، فبنقول كلمة قاف زي ما قلنا من شوية ما بنقول على الآ ألف. أما نخش بقى شوية في الرموز. قا تعني القدر،
نيجي لاسم سيدنا زكريا أصلا اللي هو ذكريا. ذكاء يعني الكثير الذكاء لوحدها تعني الدعاء، ذاك يعني الكثير الدعاء تشير لشخص، فذاك رايا يعني الكثير الدعاء لله، لأن را ويا تعني أنه كثير الدعاء إلى الله، لأن رايا يعني البصير الراعي. ربنا سبحانه وتعالى يرى سيدنا زكريا راه بعين التنمية، يا تعني التنمية. فده معنى المن، الياء تعني التنمية والمن، الرب المنون، فده كلمة الياء ورمز الياء فقط. ده كان كله اسم، معنى اسم سيدنا زكريا. حرف الهاء نفسه موجود ليرمز على الشيء المربوط، في ربطة هنا في اليمين مثلا في اليد اليمين، وفي ربطة في اليد الشمال، فأصبحت ربطتين. دي ربطتين بتاعة حرف هاء المربوطة، تعني إن الشخص مربوط محبوس فده معنى كلمة عبد. أفتح لكم ليه حرف الهاء بيرمز دايما لكلمة الربط والحبس والعبودية أو العبد. العلم إن حرف الهاء يعني برضو شكل المحراب أو العبودية، مكان العبادة، مكان المحراب أو العبادة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال إن سيدنا زكريا خرج منه وقال أوحى للناس أن سبحوا بكرة وعشية. فده هو أوحى للناس عشان كان صايم ما كانش بيتكلم، فشرح لهم يعني بالطريقة من غير ما يتكلم. حتى كانت آية، حتى كان لما سأل ربنا إن هو يكون ليه آية قال لا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. فهو أوحى للناس عشان ما ينفعش يتكلم، فهو أوحى بمعنى إن هو حاول يوصل لهم كده ويذكروا ربنا وكده من غير ما يتكلم، فده معنى كلمة أوحى. فهمتك من غير ما افتح بوقي. اما حرف الياء فلسه قايلين عليه دلوقتي في اسم سيدنا زكريا، ولكن هنقوله تاني ان هو معناها ان ربنا بينمي العبد، ينمي العبد، يرعى العبد، يجعله من درجة إلى درجة إلى درجة. يعني ربنا بينمي الرزق اللي أعطاه للعبد. ذكر كلمة رب في القرآن كله ستجد بعدها فضل ومن ورفعة في الدرجات. كل آيات القرآن طالما ذكر كلمة رب ستجد الله سبحانه وتعالى بعدها يقول دائما يذكر المن والفضل. الحرف اللي بعده وهو حرف العاء أو العين. العين هي العطاء، ويقابلها في الكلمات، احنا قلنا احنا معانا 5 كلمات يقابلها 5 أحرف مقطعة، يقابلها الرحمة. وهتلاقي في لغة الرموز يعني ان هي بتشبه على منها كلمة الساعد، يساعد أو يعطي، تمام؟ فلذلك جاءت على هيئة كلمة ساعد كامل. آخر وأهم رمز معانا أو آخر حرف معانا في الحروف المقطعة، وده اللي هو لازم تعمل عقلك بطريقة كده 100%، لازم تركز جدا جدا في اللي أقوله لك ده. آخر حاجة هي صاد. طبعا مفيش حاجة اسمها صاد، اسمه صاد. صاد بيعني في اللغة حاجة واحدة بس، العقل. العقل، لأن في ناس يعني بشكل مبالغ فيه كده يقول لك قطعة قماش، حبل ممدود، مش عارف، لا، هو العقل. العقل واللجام، اللجام الذي يحكم كل شيء لينجو به الإنسان. فالعقل حماية ليك. حتى احنا حتى اللي كان بيتلف على الإنسان زمان زمان في الحضارات القديمة، الشيء اللي كان بيتلف على هيئة لجام حوالين رقبة الإنسان عند ركوب السفن كان يسمى جام الحماية وطوق النجاة. طوق النجاة، طوق النجاة. فلذلك العقل هو طوق النجاة أو لجام الإنسان. العقل أو التذكر هو النجاة. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، تمام؟ فالتذكر الذاكرة والعقل، لأن ربنا سبحانه وتعالى يذكره دوما في القرآن بالذاكرة، أفلا يتذكرون.
الذاكرة زي الذاكرة المفقودة، احنا كل حاجة حصلت في الكون حصلت اوريدي. ربنا سبحانه وتعالى لما بيجي يتكلم في القرآن بيذكر بالماضي لأن كل حاجة حصلت. الذين كفروا وجوههم مسودة، ترى احنا ما شفناش حاجة بس لسه، لا خلاص كل حاجة حصلت. إذا ربنا سبحانه وتعالى حاطط الزمن بشكل بطيء جدا لينا احنا عشان نقدر نحس باللي بيحصل. زي كده شرح فكرة الزمن. لكن لو كل حاجة بتحصل في ثواني مش هنحس بحاجة، مش هنشوف حاجة، مش هنحس بالزمن، هنحس ان كل حاجة حصلت وخلصت في ثواني. لكن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بينا خلانا نحس بالزمن، خلانا الموضوع فيه بطء، فيه إحساس، فيه وقت تفكر، فيه وقت تسترجع وتتوب وترجع لربنا، مش كلها يوم وليلة. لربنا سبحانه وتعالى لما بيذكرك في القرآن بشيء بيبقى عشان انت اوريدي عارفه، انت بس كل الحكاية محتاج تميك سنس، تفكر، تفتكر، تركز. لكن هل انت متعرفش الحاجة دي صح ولا غلط؟ لا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فمجرد ما تفكر فيها هتحس ان هو ايوه صح. حتة ايوه صح دي معناها انك افتكرت، معناها انك تذكرت، مش معناها ان الحاجة دي انت ما كنتش تعرفها، عارفها، بس مجرد ما فكرت فيها في جرس كده رن جوه دماغك، فده معناها انك تذكرت وقول الله يعني دخل جواك. فعشان كده المؤمنين بالذات لما بيجوا يقرأوا القرآن بتلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. ولما بيتبين ليك الحق انت بتعرف ان لا، القرآن ده من عند إله، القرآن ده مش أي حد هيقوله. الأسرار اللي فيه دي كلها، الأسرار دي كلها مستحيل بني آدم يعرف. ولغة الرموز والحاجات دي مستحيل بني آدم يعرف. يعني مش واحد أمي، مش نبي أمي، اللهم صل عليه وارزقه والوسيلة والفضيلة والدرجة العالية رفيعة. فمش حد أمي، مش حد كان قاعد في الجزيرة اللي عارف الكلام ده. لسان العرب مش كافي إنه يعرف الرموز بتاعت اللغات القديمة والحضارات القديمة. مستحيل الحاجات دي تكون من بشر، يستحيل. ده كان معنى آخر حرف اللي هو صاد. ضوء النجاة، العقل، اللجام، لذلك كان بيصور على هيئة لجام في لغة الرموز أو المصرية زمان. نون في القرآن تعود على النفس اللي هي الكبرياء. ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر وذا النون إذ ذهب مغاضبا؟ فمعنى كده إن في علاقة ما بين الغضب أو النفس شديدة الكبرياء، وإن هو ما كانش راضي يروح يدعو قوم أصلا كافرين وكده لله، وأخذته العزة. أخذته العزة بالنفس، يعني أخذته عزة نفسه يعني. فلذلك ربنا قال إذ ذهب مغاضبا. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. ليه ربنا سبحانه وتعالى قال للرسول اصبر وما تكونش زي ذنون أو كصاحب الحوت؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى قال كده؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يذكر إن أي حد مش صبور هو ذنون، ذا كبرياء، معنى ما عندوش صبر، مش قادر يدعو ناس كفر أو كفر لله. فده معنى كلمة ذنون. النون معناها النفس، اللي عنده نفس وكبرياء. لذلك هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى زي ما احنا قلنا قبل كده برضو وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. نزلنا على عبدنا. مفيش حاجة اسمها الملائكة هما النا دي ما تقعدش على الملائكة ولا هي للجماعة أصلا. نحن نزلنا الذكر، نحن نزلنا الذكر، دي اللي تعود على الملائكة، دي اللي جمع. لكن إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يبقى الملائكة ما بتتكلمش عن نفسها. نحن نزلنا الذكر دي تعود على الملائكة، لأن ربنا سبحانه وتعالى يوحي عن طريق الرسل وعن طريق الروح الأمين إلى الرسل اللي هم البشر. خلينا كده واخدينها درجات، إن نحن هم الملائكة، النا هو الله سبحانه وتعالى، والعبد النا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نا هو الله، نزل مع الملائكة على عبده. يبقى إن كنتم في ريب مما نزل نا، الكلمة الملتصقة ببعض، الكلمة عبارة عن كلمتين، زي بالظبط اللغة العربية كلها عبارة عن كلمتين ملتصقين أصلا، زي كلمة مط ورق. مط يعني مط الشيء، ورققه، تمام، ده اسم المطرقة. لكن يعني لم يكن، تمام، فده كلمتين ملتصقتين ببعض أصبحت كلمة واحدة. أنتم أو كنتم يعني إن الشيء ده تم، وإن كنتم يعني إن تم الموضوع، تم ده حالة أصلا. ما ينفعش خالص تقول إن نادى تعود على الملائكة، مستحيل، مش خالص. الرسول صلى الله عليه وسلم مش عبد للملائكة، اوعى تقول كده. نا تعود على الله سبحانه وتعالى، وده اسم من أسماء الله. أنت بس كل حكاية ما تعرفش يعني إيه النون، يعني إيه ذا النون، يعني إيه إن ربنا سبحانه وتعالى هو النا الآمر، الناهي هو النا الأول والآخر، هو الحاكم، هو ذا النون.
النفس العليا، النفس العليا. فده معنى كلمة نا في اللغة أصلا يعني عموما. ومنها نون النفس، ومنها نون النفس، ومنها نا. لما احنا بنيجي نتكلم عن نفسنا بنقول نفسنا، أو أقمنا، أو شهدنا. فالنا دي تعود علينا، فينا سفلى تعود على البشر، وفينا عليا اللي تعود على الله سبحانه وتعالى. احنا أصلا واخدينها من اللغة بتاعت القرآن يعني. ألف لام ميم. ألف قصتها يعني كبيرة جدا، وألف دي هي بداية كل شيء، وألف ده كتاب مرقوم في عليين. ألف ده كتاب عظيم جدا في عليين. لما ينزل بنقول لام. لما ينزل الوحي من السماوات العلى إلى الأرض بنقول الألف لام. ألف الكتاب اللي كتب فيه الأقدار، كتب فيه أقدار السماوات والأرض من قبل أن نبرأها. يعني ربنا سبحانه وتعالى كاتب كل شيء في الكتاب سبحانه وتعالى، في الكتاب قبل أن يبرأ ويخلق السماوات والأرض. كتب كل شيء. كما بدأنا أول خلق نعيده، لذلك نطوي السماوات وخطي السجل للكتب. ده أول كتاب ألف، خلاص ده أول كتاب. يعني أول حاجة في العالم، أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى خلقها في الكون الكتاب. الكتاب مجرد ما جه الكتاب حصل بعد كده، بعد خلق الإنسان، الوحي. فأصبح هناك لام. لام دي تشير لأن النزول والتنزل والوحي هي تعني الوحي بشكل عام يعني، أو النزول من السماء إلى الأرض. فده ألف في كتاب مرقوم في عليين لا يمسه إلا المطهرون، وهو ده الكتاب اللي يقصده ربنا سبحانه وتعالى. أما النزول فعن طريق الملائكة فأصبح لام، ده رمز النزول بالوحي. فأصبح ميم محكم، آيات محكمة. ألف الخلق والكتاب، 2 النزول والوحي، 3 حاجة المحكم. يبقى ألف لام ميم الكتاب، ثم تنزيل، ثم إحكام. كتاب أنزلت آياته ثم أحكمت ثم فصلت. كتاب أنزلت آياته، كتاب. هتلاقي دايما ربنا سبحانه وتعالى بعد ذكر ألف لام ميم بداية الخلق هيذكر بداية الخلق وإعادتها، وهيذكر إنزال الوحي وإحكام الآيات. يبقى ده معنى كلمة أو أحرف ألف لام ميم، أو لا ميم، زي ما احنا تعودنا ننطقها يعني. مش تفرق في شيء، المهم ان احنا نفهم التصوير بتاعها، ونفهم يعني ايه الرموز المقطعة الجميلة اللي بتفتح عقل الإنسان لكل ما يريد الله سبحانه وتعالى من فهم وبصيرة لينا، وإن احنا نفهم يعني إيه ربنا عظيم، يعني إيه ربنا نزل لنا كتاب. يعني لقد أنزل لكم كتاب فيه ذكركم أفلا تعقلون. يعني ازاي يعني هو كل حاجة انت محتاجها في حياتك الكتاب ده مليان احكام، الكتاب ده مليان شريعة، الكتاب ده انت لو مشيت عليه انت في حياتك كلها هتنجو في حياتك كلها، سواء محتاج رزق، سواء محتاج وادعي ربنا باللي انت عايزه ربنا هيرزقك بيه. وكن كده كسيدنا زكريا، لم اكن بدعائك ربي شقيا. واخر حاجة انا هعرض شوية صور كده عشان توريكم التشابه الكبير جدا ما بين صا عنخ أو يعني هي فيما معناه يعني صا عنخ اللي هو أب يحيى، أو حامي يحيى أو نجاة يحيى، معناها يعني ده فيما معناه بتعني الابن وتعني النجاة أو الحماية. فمعنى كده إن هو حامي يحيى أو حامي عنخ، وعنخ في المصرية القديمة كانت تعني الحياة. أما برضو التشابه كبير جدا ما بين زكا را يا، وما بين سا عنخ اللي هو حامي يحيى، والاسم التاني بتاعه كاريا. سا عنخ كاريا قريبة جدا من زكريا يعني. بس ده كان قريب جدا، وحبيت اقول لكم التشابه وهجيب لكم صور توضح ده اكتر. وبرضو قريب جدا من فكرة ان كان عنده توت عنخ آمون اللي هو مفتاح الحياة، او برضو اسم يحيى قريب جدا. وازاي ان هم لقوا فعلا الموميا دي، كانوا شاكين في الاول ان هو ابن اخناتون، بس هو مش ابن اخناتون ولا حاجة، اللي هو عامل تل العمارنة اللي مشكوك ان هو عمران، يعني سيدنا عمران. فاحنا عارفين قصة سيدنا عمران، عارفين قصة ان هو ساب ستنا مريم عليه السلام، وعارفين قصة ان برضو سيدنا زكريا هو اللي تكفل بمريم. برضو نفس الفكرة، بيقولوا كانوا شاكين ان توت عنخ آمون ابن اخناتون، لكن اكتشفوا لا من المومياوات ان هو على صلة بسا عنخ كاري.
ف برضو الفكرة في الموضوع كله انك لو بتذكر انبياء الموضوع مش هيشد، الموضوع مش هيبقى مهم. لكن لما تذكر ملوك الاثار موثقة تاريخهم وموجودين في الاثار، فده حاجة كبيرة جدا، لان الانبياء مش سايبين اثار خالص. يعني ممكن اكتر نبي ساب اثار ومذكور لحد دلوقتي ممكن نعدهم على الايد، ممكن يبقوا 3 انبياء اللي موجود اثار ليهم لحد دلوقتي، اللي هم الانبياء الاخرى يعني، او اعظم 3 انبياء اخرى موجود لهم اثار. هتلاقيه سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا محمد، دول اكتر واعظم 3 انبياء مذكور لهم اثار لحد دلوقتي. لكن مختفي عندنا في مصر القديمه جدا فكره الانبياء، لان احنا عارفين ان الانبياء كانوا ملوك، ده مذكوره في كل القران. فيعني منين هيحكموا فين؟ مفيش غير مصر، ما كانش في زمان غير مصر وافريقيا يعني، او مصر قصدي وافريقيا واسيا، فيعني هيحكموا فين تاني؟ مفيش. فطالما حكموا مصر موجود لهم اثار، فاكيد الانبياء عاشت هناك. فصاع عنخ انت ما تاخدش برضو لغتك من الاجانب، اسمها صاع عنخ، ما اسمهاش سمنخ. سمنخ ده لفظ اجنبي مش يعني جديد على المصريين والقبطيين برضو. فهو اسمه صاع عنخ، او حامي يحيى، او حامي عنخ. ف او اسمه صاع عنخ كاريا، يعني كارايا، فباين قوي انه كاريا يعني، او زكريا. ف فهي دي الفكره. تشابه كبير جدا برضو ميريت اتون، اللي مشكوك في المصرية القديمة ان هي زوجة زكريا، لان هي موجودة معاه طول الوقت. فكده كده زكريا مصري، كده كده برضو ميريت اتون مصرية، او ميري او مريم مصرية عليهم السلام جميعا. وبرضو معروف ان سيدنا عيسى بعد ما هي اتخذت من اهلها مكانا شرقيا، واهلها كانوا في مصر، فراحت شرقا في فلسطين، فمعروف ان سيدنا عيسى فلسطيني، واتولد برضو في فلسطين في وادي الطوى، اللي موجود له فيديو موجود على اليوتيوب يعني، على القناة يعني. فهذه الفكرة. الموضوع مش مهم خالص لو قلت ان نبي كان في مصر، لكن لما تذكر ان نبي كان ملك في مصر، فانت هتقول لا ليه اثار، ليه ما نقولش ان ليه اثار، ونظهر يعني ايه كلمه او اسم زكريا او اسم كاريا. ده كان كل حاجه. هطلع لك شويه صور كده توريكم التشابه يعني. وسلام عليكم. واحنا قدام تاريخ لازم يعاد كتابته من الاول للاخر. وبعدين حتى لما نشوف الالهه دول نلاقي اساميهم تستوقف النظر، يعني مثلا اتوم وزيريس نوح، الله، طب ما هو دول ادم وادريس ونوح. خاصه ان اتوم الاله، اتوم الالهه الكبير، التعريف بتاعه في الفرعونيات انه اول من نزل على الارض